يا مساء الفل، ازاي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ الذهب ولا العقار؟ طب مستثمر او مضارب ولا هتسكن؟ عايز اوصل لكم كام نقطه في فرق كبير جدا ما بين الذهب والعقار. هنقول اوجه التشابه واوجه الاختلاف عشان الناس كلها اكيد شرحت لكم، كله بيتكلم عايز يوجهك لحته معينه، في اللي عايز يوجهك تشتري ذهب وفي اللي عايز يوجهك تشتري عقار. احنا النهارده هنشرح بحياديه عشان تفهموا ايه الفرق ما بين الاثنين. الذهب والعقار الاثنين اصل، الاثنين حافظين القيمه، وخاصه في وقت الازمات. يعني اكتر حاجه بتحفظ القيمه وقت الازمات يا عقار يا ذهب، لان الاسعار بتاعتهم بتبقى ماسكه نفسها. ثانيا، اي ثروه في العالم بتقيم يا ذهب يا عقار. بره اي دوله في العالم او في مصر، عشان تطبع النهارده ورق البنك نوت لازم يكون عندك احتياطي ذهب قصاده عشان تعرف تطبع ورق البنك نوت اللي هو الفلوس. زي برضو اي دوله بره مصر، سواء امريكا سواء اوروبا، احتياطات العالم كلها بتبقى محطوطه ذهب قصادها بتطبع بنك نوت. وفي نفس التوقيت العقار برضو حافظ لقيمته وحافظ لاصل، سواء في مصر سواء في اي مكان في العالم، ليه ميزه وليه عيوب. بس النهارده احنا معانا فلوس قد ايه عشان نشتري ذهب او نشتري عقار؟ بصوا يا جماعه، اللي معاه مبلغ بسيط، ما انت النهارده الذهب من اول 6 7000 جنيه تقدر تشتري ذهب. على فكره تشتري جرام، معاك 12000 هتشتري جرامين، معاك 18000 او 19000 او 20000 هتشتري 3 جرام. فشراء الذهب سهل وبيعه سهل، كتسييل فلوس تقدر تسيله. بس هنيجي نبص على ايه الذهب بالظبط. الذهب حفظ قيمه مش استثمار. يعني ايه مش استثمار؟ يعني حضرتك ما تقدرش تاخد الذهب تاجره، ما ينفعش. بيحفظ القيمه، وزي اي سلعه في الدنيا بتتاثر باسعار بورصه. فاللي بيشتري ذهب هو مضارب، مش بيحفظ قيمه بس، بيضارب. السعر العالمي زاد، السعر العالمي بيتحكم فيه طبعا تغيرات سياسيه، بيتحكم في سعر الدولار، بيتحكم في حاجات كتير جدا 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 عشان تبقى عندك خلفيه. فانت لما تيجي تشتري ذهب وضع. لكن العقار، هنيجي نقول العقار النهارده عشان تشتريه، لا الشراء بتاعه مش سهل. على الاقل لازم يكون معاك مقدم ومعاك اقساط. بس الميزه الثانيه انه حافظ لقيمته، ملوش دعوه بالمضاربات. العقار ما بيخضعش لقانون المضاربه. العقار دايما عمره ما بينزل، لان دايما الناس واخده فكره غلط جدا عن موضوع العقار. العقار يقول لك ايه؟ طب اسعار الدولار نزلت، طب اسعار الميون نزلت، يبقى العقار هيرخص. العقار مش هيرخص يا جماعه لسبب، لان المشكله مش في سعر الميون ولا في سعر مواد البناء. المشكله الكبيره في سعر الارض يا جماعه. سعر الارض عمره ما بيرخص ودايما بيغلى. فخلي بالكم، اللي مش واخد باله ومش فاهم يعني ايه عقار يبقى لازم يفهم النقطه دي. طيب دي نقطه مهمه جدا. زي ما احنا كنا بنتكلم على الاستثمار. الاستثمار يا جماعه في الذهب لونج تيرم، الاستثمار في العقار برضه لونج تيرم، يعني على المدى الطويل مش على المدى القصير. لازم تفهموا النقط دي كويس جدا عشان تفهموا يعني ايه استثمار في عقار واستثمار في ذهب. الانفست بتاع الذهب يا جماعه او الاستثمار في الذهب، الاثنين متفقين في حاجه واحده، اللي هم استثمار لونج تيرم، الا في حالات العقار الاستلام الفوري. لما احنا بنتكلم على العقار بنشتري تقسيط حاجه، وبنتكلم على العقار استلام فوري حاجه ثانيه. برضه في نفس التوقيت انت لما تيجي النهارده نعمل مقارنه، النهارده كيلو دهب ب 6 مليون 800. لو احنا افترضنا اشترينا النهارده كيلو ده، تمام، كيلو الدهب بعد بكره بقى ب 7 مليون، انت ماشي حسب بورصه، تمام، كسبت فيه، معاك حق. لكن بكره لو بعد بكره نزل وبقى ب 6 مليون، انت خسرت 800000 جنيه في ثانيه. ما انت بتضارب، دي مضاربه. طب لو افترضنا انت حطيت الشقه مثلا ثمن شقه ب 6 مثلا، النهارده الصبح ممكن تستثمره ازاي؟ بتاجره. على عكس الذهب، الذهب النهارده لو اشتريت النهارده كيلو مش هتعرف تاجره طبعا. ثانيا العقار قيمته ثابته، مش هينزل، مش هتاخد عقار وتخسر فيه، تمام. العقار دايما انا زي ما بشبهه زي البقره كده، تفضل تحلب منه وتاخد منه خير، وبعد كده في الاخر بيتذبح وبيتباع وبيجيب لك برضه فلوس كويسه جدا وبيغلى. على عكس الذهب، الذهب انت النهارده بيتعلق بحاجات كتير جدا، بظروف سياسيه واقتصاديه. طول مثلا لما يكون في توتر في العالم، سواء حروب سواء زلازل سواء امراض سواء اوبئه، بتلاقي الذهب بيرفع، الذهب بيشد لانه ملاذ امن جدا. طيب الدنيا فيها استقرار فيها هدوء نسبي، الذهب هتلاقيه نزل. فانت متعلق، انت مصيرك كله متعلق في بورصه. يعني اللي بيحب المضاربه يخليه في الذهب، اللي مش معاه فلوس النهارده يقدر يخش في عقار، انا بقول له خليك في الذهب، يعتبر كملاذ امن واصل ممتاز مفيش اي مشكله. اللي معاه فلوس بيفكر يستثمر، لا طبعا العقار. احنا لما نبص على الطفرات السعريه اللي حصلت في العقارات السنين اللي فاتت لا هتفهم. وبعدين خلي بالكم العقار برضه فيه ميزه. الشقه اللي ممكن النهارده تاخدها ب 5 مليون، 5 مليون النهارده ما يجيبكش حاجه. مثلا لو هتشتري شقه النهارده ب 5 مليون جنيه، انت بتدفع له مقدم واقساط على 5 6 سنين لغايه 12 سنه. احنا النهارده بنشوف مدد تقسيط كبيره جدا. الذهب ال 5 مليون جنيه او 6 مليون جنيه ما يجيبولكش كيلو النهارده. اصبح انك النهارده بتدفع مبلغ كاش مقابل استثمار في مخاوف، ده استثمار متعلق بالبورصه ومضاربات في الذهب. على عكس العقار انت بتدفع فلوس قسط وماشي سنه سنه، وفي الاخر الاصل بتاعك ثابت، على الاقل لو ما غليش هو ثابت اصله، وفي نفس التوقيت بتدفعه على مراحل. فخلي بالكم من النقط دي كويس جدا جدا، لان النقط دي دايما الناس محتاره، تقول لك اشتري عقار ولا اشتري ذهب. كان في مقوله حلوه جدا لباشمهندس محمد البستاني برضه رئيس جمعيه مطور القاهره الجديده، كان بيقول كلمه حلوه قوي، قال لك الذهب بيحفظ الفلوس لكن العقار بيعمل لك ثروه. وده حقيقي. يعني لما تيجي تقيس اي ثروه حد تقيسها ومعاه عقار قد ايه، العقار دايما اقوى من الذهب كناحيه استثماريه طبعا. على الاقل مش هيرخص، لو سبت مكانه مش هينزل. لكن الذهب معرض ينزل معرض يطلع، دي حاجه متعلقه ببورصه ومتعلقه بارقام، معدلات شراء ومعدلات بيع. هل النهارده العالم فيه توتر مثلا بيبقى فيه معدلات شراء عاليه جدا على الذهب، الذهب بيرفع. لو الدنيا هديت، حروب هديت، بقى فيه استقرار لحد كبير، لا هتلاقي الذهب بينزل. فانت النهارده ايه ده؟ هل انت هتستثمر في العقار كملاذ امن ولا في الذهب كملاذ امن؟ انا في الاخر حبيت اوضح الفروق ما بين الذهب والعقار والنقطه دي، وهدي نصيحه
نصيحه في الاخر مهمه جدا جدا جدا، تركزوا في الكلمتين دول. في وسط التغيرات السياسيه العالميه اليومين دول محدش يقدر يقول لك بكره الدهب هيوصل كام، هينزل او هيطلع. مفيش مخلوق في الدنيا يقدر يعرف. من اكبر تجار الدهب في مصر مش عارفين نفسهم الدهب هيطلع ولا هينزل، هم عايشين يوم بيومه. ده انا بحكي لك ليه على موضوع الدهب، لان الدهب مضاربات. هل هتقدر تبقى حمل المضاربه؟ ممكن ربنا يسهل والمضاربه تظبط معاك. الاكيد اللي احنا بناكد عليه دايما، العقار اصل ثابت وملوش دعوه بموضوع التقلبات. التقلبات ده هتبقى في صالحه مش هتبقى ضده. عمر ما الارض هترخص، يعني خدوا من الكلمه دي، ما سمعناش عمرنا عن ارض رخصت. العقار غير خاضع للتغيرات العالميه، التغير هيبقى دايما ايجابي مش سلبي. يعني مستحيل تلاقي العقار بينزل لان الارض عندنا غاليه وبتغلى. فخلي بالكم من الكام نقطه دي، عشان النقط دي مهمه جدا جدا للي بيفكر يعمل انفست. هل هتضارب؟ خليك في الذهب. حضرتك عايز حاجه ملاذ امن غير قابل للمضاربه وتحت اي ظرف هو هيجيب لك فلوس، اكثر امانا، ولكن في التسهيل هيبقى الدنيا صعبه، اصعب طبعا. العقار لما تيجي تبيعه طبعا بيبقى اصعب شويه من الذهب. الذهب سيولته سهله بس مخاطرته اكبر. شوف انت هتخاطر بايه. اهم حاجه اللي الاثنين ملاذ امن. جماعه ده مفيش توجيه، لا توجيه على العقار ولا توجيه الذهب، انا بقول لكم الفروق ما بينهم. شكرا.